تلاقاو الطوبات مع الفاره، نوضوها حتى نوضوها، وشعلوها حتى شعلوها، وكل وحده كتنعت الاخرى وكتعاير الاخرى، يعني بكلمات جارحه، ماشي غير جارحه، راه كلمات سامه اللي ما عرفت فين توصلهم. هذوك اللايفات اللي كانوا كيديروا، وهذيك المسابه وهذاك المعيول اللي كانوا يتعايروا به، وبالاخص الطوبات مع الفاره اللي هي ساره، اللي كانت مستغله هذيك المراه الكبيره، واللي دخلت على ظهرها اموال باهظه، كانت كتستحمر المتتبع. والمراه مريضه مسكينه بمرض الخرف بحكم السن ديالها، استغلاتها، ضحكت عليها احقا محقا. انا دخلتها من الزنقه، سترتها من الشتاء والبرد، غطيتها ودفيتها، وهي راه خدامه بها. شفتوا اخوتي شحال كانت كتضحك على المتابع؟ حتى هذوك الطوبات تا هما شحال ضحكوا على المتابع. دابا ملي خرجت الفاره كتفضح فيهم، ناضوا هما شوهوها وعيروها وما خلاو ما قالوا فيها، وحتى هي خرجت كتمثل على المتابع وكتقول لهم انا ما غنسمحش ليهم، وانا غادي ندير بهم شكايه ونديهم فين يترباو، لان عيروني بالفساد. عيروها انها عندها علاقه مع واحد في فرنسا سميتو عادل، عيروها انها كدير كورطاج، كل ساعه كتحمل وكتمشي كدير الكورطاج. يعني غير هادشي اللي عيروها به بركه. كون دارت بهم شكايه بحكم اللايفات والفيديوهات اللي كانوا كيعيروا، يعني كاين الدليل، كانوا غيمشيو فين يترباو. كونوا على يقين من هادشي، كونوا متاكدين، لان دابا بحال هاد النوع ديال الشكايات ولو كيجي موراهم التنازل، لا، المحكمه ما كتقبلش هذاك التنازلات، لان التشهير، حنا عارفين التشهير كيدي مولاه فين يتربى. دابا كنشوفوا الفاره خرجات ما دارت لا شكايه لا حتى شي حاجه، غير بركه علينا درت محامي، درت تفريغات ودرت شكايه. دابا جايه هازه لنا هذاك الملف، كتقول لكم انا هذيك الشكايه ما غاديش نقدمها، صافي ما غاديش نتبع هاد الشكايه، وانما غنخليها في الحفظ، غنخليها في الحفظ، ما غاديش نسامح بالمفهوم، وما غاديش نتابعهم، وانما الشكايه غتبقى في الحفظ. الا عودوها وسمعوا، وإلا عودوها غادي نديهم فين يترباو. واش هاد الفاره هادي واش على ما كضحك؟ واش كضحك علينا ولا عليهم، ولا كضحك على راسها؟ كيفاش الا عودوها واش غادي يعاودوا اكثر من هادشي اللي داروا ليها؟ وهي بركه غير هاد الشوهه اللي شوهها في اليوتيوب، كلشي يعرف انها عندها الصاحب في فرنسا، وكتصير عليه، كتصيفط ليه الفلوس من المغرب، وكلشي يعرف انها كدير كورطاج، وكلشي يعرف انها كانت كتمشي عندهم من اجل رجالهم. واش هادشي اكثر من هادشي كتسين شي حاجه غادي يعاودوها تاني ضد اكثر من هاد الفضيحه، اكثر من هاد الفضيحه اللي داروا ليها في التواصل الاجتماعي؟ شنو بغات شي فضيحه اكثر؟ اذا هي عارفه راسها، كتهددهم انه الا خرجتوا قلتوا عليا شي حاجه، يعني شي حاجه اكثر من هاد الشيء، عاد باش غدير فيهم دعوه، غترفع عليهم، عاد غتكمل الشكايه ديالها. اذا ديرها شي زبله مزبلاها وهما عارفين الاسرار ديالها، وكتنتظرهم انهم يخرجوا يفضحوا هذيك الزبله اللي دايره. وإلا وصلتوا لي هذيك النقطه اللي هي يمكن هي نقطه الضعف ديالها وعندهم الادله، يعني غادي تكمل الاجراءات ديالها ضدهم. هادشي اللي كيبان ليا انا. مادام السيده دارت شكايه ووقفت الشكايه، اش كيعني هادشي اخوتي؟ اش كيعني؟ ان هادشي اش غنقول لكم اخوتي؟ يعني هادشي اللي قالوا حقيقي، هادشي اللي غادي نقول، هذاك الشيء اللي قالوا الطوبات عليها يعني حقيقي. شفناهم هما ما خرجوا، ما طلبوا المسامحه، ما اعتذروا، يعني هما بقاو عاديين خدامين، باقيين خدامين على الفيديوهات ديالهم وعلى القناه ديالهم بكل ارتياحيه كما تنقولوا يعني مرتاحين وخدامين على ريوسهم. هي اللي خارجه كتبربر وتغوت، ايوا
في التالي بوحده بوحده ها هي دارت شكايه، ها هي وقفت الشكايه. شكون اللي ضصرها؟ حتى واحد. شكون اللي مشى كيطلب منها المسامحه؟ حتى شي واحد. غا بوحدها خارجه كتبربر وتغوت وشعله فيها العافيه، وانا ندير وانا نفعل وانا هادي وانا هادي وانا هادي. ايوا غدا وهي خاويه. اذا دابا حتى المتابعين ما غيبقاوش كيصدقوا هذاك الكلام اللي كتقول. يعني غير داويه خاويه، ما بيدها حتى شي حاجه، ما كتقدر دير حتى شي حاجه. على الاقل من دارت الشكايه تقدمها وتتابعها، وحتى يجيو هما يخرجوا في التواصل الاجتماعي ويطلبوا المسامحه. ها العربه كره، ها العرب فلانته، ها العالم سمحي لينا وما بقاوش نعاودوا. سيريت هي في طريق وحنا في طريق، وكل وحده تخدم على راسها من جهه. يلا اولا يصيفطوا لك شي عود عرقان يوصل حتى لعندك يقول لك راني مرسول. ها العارنا ما سمحي. ما شفنا حتى شي حاجه من هذا الشيء. غاب وحده خارجه بربر 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 وخربقتنا حتى حنايا، وقلنا السيده غتوقفهم عند حدهم وغادي يتفضحوا بديك الاكاذيب ديالهم وديك التمثيليات اللي كيديروا كيضحكوا على المتابع. خوتي سطروا عليا هذه الكلمه، انهم كيكذبوا على المتابع. الله يجازيكم بالخير. عرفتوا هذوك بعد هذوك الطبات راه اخطر بشر، اخطر بشر في اليوتيوب. انا كنقول امي نعيمه، وهادو فاتوا امكم نعيمه وفاتوا بناتها وفاتوا خطيرات. تخيلوا هادوك تيجلسوا على الطبله، كل وحده كتقول فكره اشنو غادي الخدمه ديال اليوم. يعني كيخطوا الخدمه هما ماشي ما ديريش المتابع انه شي واحد اللي قريب ليهم او لا. يعني كيديروا شي محتوى اللي المتابع كيبغيهم على ود هذاك المحتوى. لا، هما كيكذبوا على المتابع. كيخطوا على مثلا كيديروا كاميرا كاشي، كيخطوا كيفاش غتبدا الكاميرا كاشي وشنو غيديروا فيها، شكون اللي غادي يكون لاعب دور البطل وشكون الضحيه وشكون. هادشي يوميا يوميا كيدار. انا بغيت غير نعرف، انا بعدا ملي كنشوف شي واحد كيدير بحال هادشي يوميا راه بيه تمثيل، راه بيه كيكذبوا على المتابع لهم وكيمثلوا نيت وكيجيبوا لك يعني بصفه الصح. يعني هذاك الشيء راه بصح واقع. حيت دابا ملي خرجت لينا المدسمه، راه عارفين اخوتي راه مدسمه، راه حالته وجهها راه مقلق وشعرها مقلق بليدان، ما كيدوشوا ما كيعوموا ما عندهمش الوقت. راه الله يحسن عوانهم. زعما الصراحه غادي نقولها ونقول لكم اخوتي الله يحسن عوانهم، ما عندهمش الوقت. واش السيدات واش هما مسالين شعرهم عاد فين هو الوقت باش تدخل تمشي للحمام او لا حتى تدوش في الدار وتغسل دير شامبوان ودير الخرقه وعاد دير موراها الكيس؟ فين هو الوقت باش تهتم براسها كل هذا الاهتمام؟ ما عندهمش الوقت. لان بعدا هذيك المدسمه راها ما كتساليش، راه خدامه على قناتها وخدامه حتى على قناه امها. فين هو الوقت باش غادي تسالي باش غتدخل بعدا تغسل حالتها؟ عرفتوا ملي خرجت كتبرأ في راسك وتقول لكم ها نتوما اخوتي انا راه فعلا ضربها الزوج ديالها ودار لها السيكاتريس في وجهها وخارجه بداك الكيس. عرفتي ملي قعدت حكت بالكيس وجهها ولا يبان جهه بيضاء وجهه اللي ما وصلهاش الكيس بقات لاطخات بقات كحله. نتابعوا رجعوا للفيديو ديالها وغادي تشوفوا ملي كتحك بالكيس وجهها ولا فيه طبقات ولا فيه اش غنقول لك وجهها فيه شعم اللون، ها الناصح ها الباهت ها الغامق، بكثره الوسخ اللي في وجهها انها ما تتغسلوش. ما مسالياش راسها. من قربت الكاميرا وغادي نشوفوا حتى سنانها. يا ساتر استر. عرفتي اش غنقول لكم؟ السنات فيهم طبقات ديال الوسخ، ما كيساليوش اخوتي. وما كتساليش هاد المدسمه باش تحك سنانها، ما كتساليش. اما ديك التمثيليه ديال اجي وحقه محقه راه فعلا الزوج ديالها تكرفس عليها وضربها ودار لها السيكاتريس في وجهها. غنقول لكم ما ضربها ما حتى نبقى. كاين واحد ستيلو كيدار ديال السيكاتريس راه واخا اش غنقول لكم اخوتي تبقى تمشي للحمام وتغسل ودير الصابون ودير ما عرفتش ندير جافيل كاع وما غاديش يتحيد ديك السيكاتريس حيت كيبقى مده في الوجه. يعني من كضحك واش كضحك على المغاربه مطاورين غير يكون يعني كاين ستيلو خطير هذاك واخا تقيل تمسح
لان نقول لكم شكون بحال دابا كيضربوا في الزنقه وكيبغيو يديروا شي متحمر على شي واحد وبغيو يديروا شهاده طبيه، راه كيمشيو على الطبيب. ها انت هو الطبيب كيتيق ان هذاك السيد راه فعلا راه الجرح فيه غامق. فهمتي اخوتي، هو راه ستيلو كيتباع. ولو قلت لكم اخوتي طيروا الجلد، شي الجلده طير وما يتحيدش السيكاتريس، كلشي تمثيل.